بتبدأ قصة الكتاب ببنت اسمها جمان، واللي بتتعرف على ولد اسمه إيمان، واللي كان جارها وكان فاقد حاسة النطق. وإيمان ده فقد حاسة النطق بسبب حادثتين في حياته. أول واحدة هي وفاة أبوه وأخوه، وتاني واحدة هي إن بعد حادثتين الوفاة دول هربت أمه وسابته. وبنرجع بالزمن 7 سنين ورا، لما أم إيمان قررت إن هي هتعيش مع أمها بسبب وفاة جوزها. لكن جدة إيمان كانت عندها مشاكل في القلب وكانت بتتعب، ففي يوم من الأيام بتطلب من أم إيمان: أرجوكي ما تروحيش الشغل النهاردة، أنا تعبانة، فخليكي اليوم تهتمي بالأطفال. ولكن على الرغم من ده أم إيمان مش بتهتم وبتنزل، وسابت إيمان ياخد باله من أخوه الصغير واللي كان عنده كام شهر. ففي اليوم ده إيمان كان بيتفرج على فيلم جريمة، وفي نفس الوقت اللي الفيلم شغال فيه أخو إيمان كان عمال يغيط. فإيمان قام عمال يحاول يسكته بكل الطرق، وفي أثناء ذلك كان بيتفرج على التلفزيون وبيشوف إن في حد مسك سكينة وذبح طفل قدامه. فالطفل سكت، فقرر إن هو هيعمل كده عشان يسكت أخوه. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب نفس للكاتبة سارة عبد الحميد. مش تندم أبدا إن انت قريت الرواية دي.